ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. لو جيت قلت لك يا صديقي ان المسلمين في يوم من الايام حكموا اسبانيا كلها والبرتغال تقريبا، وكان عندهم حضاره علميه وفنيه وثقافيه سبقت اوروبا بمئات السنين في الوقت ده، هل هتصدق ان ده كله انتهى في يوم واحد سنه 1492؟ النهارده مش هنحكي حكايه سقوط دوله وخلاص، لا احنا النهارده هنحكي حكايه حضاره كامله من اول لحظه المسلمين دخلوا فيها الاندلس لحد اخر واحد خرج منه. سنة 711 كانت شبه جزيرة أيبيريا اللي هي البرتغال وأسبانيا حاليا كانت تحت حكم مملكة القوط الغربيين، والملك بتاعهم كان اسمه رودريك، ووالي المغرب في الوقت ده كان موسى بن نصير. وبالتنسيق مع الخليفة الأموي في دمشق الوليد بن عبد الملك قرروا يجهزوا حملة لفتح الأندلس، وقائد الحملة كان واحد من أعظم القادة العسكريين اللي جم على مر التاريخ الإسلامي كله، والقائد ده كان طارق بن زياد. وهنا طارق بن زياد اتحرك من المغرب لشبه جزيرة أيبيريا ومعاه حوالي 17,000 مقاتل بس، وأغلبهم كان من البربر. وفي 19 يوليو سنة 711 حصلت معركة وادي لكا بين المسلمين وجيش رودريك، واللي انتهت بنصر ساحق للمسلمين وموت الملك رودريك في الوقت ده. وبعدها على طول المسلمين اتجهوا عشان يفتحوا قرطبة وطريطة واشبيلية، ونجحوا فعلا في فتحهم. وفي أقل من 4 سنين بس الأندلس تقريبا كلها بقت تحت الحكم الإسلامي.